الأخبار عاملين إيه؟ هعمل زي الناس المفزلكين وأحط المايك في شوكة. أقسم بالله أنا في مصطلح طلعته الفترة الأخيرة ودايما كنت بقوله. أنا المصطلح ده أنا مفكر إن أنا يعني أنا المصطلح ده ما قرأتوش في كتاب، ما سمعتوش من حد. بالصدفة أنا بقرأ مقال ألاقي شخص يعني بيتكلم المقال كله في النقطة دي. يعني أنا دايما بقول ويعني أنا مش بنصح حد بالمصطلح ده عشان ما تفهمش غلط يعني. دايما بقول لنفسي الإنسان لازم يكون متمرد. متمرد بمعنى متمرد على الأصنام. متمرد على الأصنام إزاي؟ في أصنام فكرية حرفيا في حياتنا، في معتقدات هي زي الأصنام. أنت لا يجوز لك أن تخالف هذه الأصنام، ما ينفعش تخالف الأصنام دي، ما ينفعش تخالف الأفكار دي. فأنا حرفيا دايما بقول لنفسي لازم تكون متمرد، يعني لازم تكون متمرد على الأصنام دي إذا كانت مخالفة للدين. فمش أي حاجة الناس ماشية عليها الواحد يعملها. مش هكون عبد للعادات والتقاليد، ما ينفعش. لازم تكون انسان متمرد. وبعدين لما انت بتتغير اصلا الناس دي بتمشي وراك، انت اللي بتحط القوانين. يعني الشخص اصلا القوي هو اللي بيحط القانون. انت لما بتقعد في قعده انت القوي، فاللي بتقوله هو الصح حتى لو الشخص اللي قدامك كان مش مقتنع بيه. فحرفيا لازم انا استغربت، اقسم بالله استغربت ان في واحد انا ما اعرفوش بيقول نفس الكلام اللي انا مقتنع بيه، اللي انا ما شفتوش في مكان بيقول نفس اللفظ. على فكرة ممكن الاعتقاد نشترك فيه، ممكن الفكرة نشترك فيها، لكن الاكسبريشن ذات نفسه، المصطلح اللفظي، ان انت تلاقي شخص قاله او ماي جاد، او ماي جاد، I get astonished والله.